مبروك للأحمر. نعم، جابوا الرجال، جابوا المقاتلين، جابوا السفاحين. إذا سولنا أي متابع ودادي علاش اللقب اللي عمرك تنساه، غالبا غيقول لك هو دوري أبطال إفريقيا 2017. ولكن السؤال هو علاش بالضبط هذا اللقب وماشي شي لقب آخر؟ هادشي اللي غنشوفو في هذا الوثائقي الوداد الرياضي 2017، قصة الموسم التاريخي. غنرجعو 3 سنين للوراء، وبالضبط صيف 2014 غنشوفو حال الوداد في المركز السادس. كل 4 ولا 5 الجولات مدرب جديد، الجمهور مقاطع الماتشات سيمشي أكرم. ساد هاد الشي بوعد من أكرم باش في الصيف يتنحى على الرئاسة بعد ما دوز فيها 7 سنوات على رأس الفريق، ويطلع اسم جديد كرئيس الوداد الرياضي. وصل الصيف ووصلت نهاية الأكرم اللي كنا عارفينها كيفاش سالات. واللي سولت شي حوار ديال كازا يقدروا يجاوبوك أحسن مني. جاو انتخابات رئاسية اللي كانوا فيها 3 ديال المترشحين اللي هما نادي الشرايبي، عبد الرحيم الوزاني، والاسم الثالث اللي هو سعيد النصيري اللي كان سابقا ليد ليونا ديال عبد الإله أكرم. ولكن في الأخير بقات المنافسة بين جوج ديال العناصر اللي هما سعيد النصيري والوزاني، بعد ما تقبلش انخراط ديال نادي الشرايبي. وبالتأكيد طلع سعيد النصيري باش يكون رئيس الوداد في الفترة ما بين 2014 و 2018 كولاية أولى ليه. جا سعيد النصيري وجاب مع خيرة اللاعبين في البطولة الوطنية أمثال نصير، النقاش، السعيدي، كردي وما إلى ذلك. زاد عليهم ولاد المدرسة، أبرزهم الهجوج والكرتي، وجابوا واحد من أفضل المدربين الممكنين، جون توشاك، اللي سبق ليه يدرب ريال مدريد. بدا العام الأول اللي سعيد بأحسن طريقة. الوداد ربح أول بطولة ليه مع سعيد النصيري اللي كتأهلك مباشرة لعصبة الأبطال الإفريقية في الموسم اللي وراه. الموسم الثاني ديال سعيد غيبدا، دار بعض التدعيمات، ولكن كاين بزاف ديال الأسئلة اللي أبرزهم واش هذا غير حماس البدايات مع سعيد، ولا بصح الوداد رجعت لسكة الانتصارات ورجعت لسابق عهدها. الموسم الأول لسعيد كان ناجح بكل المقاييس، ولكن الموسم الثاني ما كانش باشا بحال الموسم الأول. الموسم الثاني الوداد جات في المركز الثاني بعد ما ضيعت البطولة وربحها وليد الكراكي مع الفتح الرباطي، ولكن بقى عندهم نصف نهائي هبط الأبطال مع الزمالك المصري، الماتش اللي خسرت فيه الوداد ب4-0، وتجاهت بزاف ديال الأسهم لسعيد النصيري وجون بنيامين توشاك اللي ضحاو به في الأخير باش الوداد تلعب مباراة الإياب بالمدرب الجديد دو صابر اللي دار واحد الريمونتادا تاريخي ضد الزمالك، ولكن ما كانتش كافية. ربح ب5-2 وتقصت الوداد في أول مشاركة من بعد مدة طويلة في عصبة الأبطال من نصف النهائي. بدا الموسم التاريخي اللي بدا مع دو صابر اللي لعب فقط الشوط الأول من البطولة وخلى فيها الوداد في المركز الأول، وكانت أشهر مباراة ليه اللي كانت ضد الجيش الملكي اللي ربحها ب5-0 ملعب بلفيدير. مشى دو صابر باش يجي الإطار الوطني حسين عموتة اللي عارفين حنا كاملين شكون هو عموتة. هنا غتبدا القصة الملحمية والتاريخية. بدا عموتة الإياب ديال البطولة، وفي هذه الفترة الوداد بدات كتعاني حيت كانوا إصلاحات مركب محمد الخامس، وكانت كتضطر تستقبل في ملعب مولاي عبد الله حلتها قديمة. وكنا كنشوفوا الأعداد الهائلة اللي كانت كتنقل مع الوداد وكيفاش كانوا كيعمروا مولاي عبد الله. الوداد كملوا مع عموتة في البطولة ما بين الرباح والتعادلات. أما في عصبة الأبطال فكما قالوا وينرز من نهار منانا ربي معنا، من نهار منانا ربي معنا، تمشى الله. دور العصبة ماجد منانا في دور ما قبل المجموعات داها في الرباط اللي تفنن فيه الوداد في إضاعة الفرص، حتى جيبور وماركا هدف واحد يتيم اللي غتمشي به الوداد المنانا باش تدافع عليه، ولكن للأسف تماركا عليك بيش واضطريتي أنك تلعب ضربات الجزاء. وكما قال لهم الحسين انتم غير ماركيو وخليو كل شيء على زهير. داكشي اللي كان وانا ضيعو، وجات كرة الحسم عند بدر قدارين والوداد وواحد من اصغر العناصر يلصق في 90. الوداد في دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي، دار القرعة الوداد مع الأهلي للمرة الثانية من بعد 2011. آخر مرة الوداد جات مع الأهلي في نفس المجموعة الوداد لعبات النهائي اللي كان ضد الترجي. واش هاد العام غيتعاود نفس البلان وغيدوزو الوداد للفينال مع شي منافس معاهم في المجموعة؟ داكشي اللي غنشوفو. البداية في كازا كانت أحسن من جيدة. الوداد ربح القطر الكاميروني ب2-0. الجولة الثانية غتكون ضد زاناكو في تيرانهم، الوداد خسروا ب1-0. كلشي قال ماشي مشكل، ضروري من التعثر غنعودوا على الأقل بالتعادل ضد الأهلي، ولكن
اللي طرا هو أنه جات هزيمة ثانية ضد الأهلي اللي خلى الوداد يدخل في واحد النفق مظلم وصعب التأهل من المجموعات، خصوصا أن الخصوم ديالك كاملين كيربحوا وانت اللي لازم عليك تربح جميع مباريات الإياب. الماتش الأول في الإياب كان ضد الأهلي، وديك الليلة الرمضانية اللي شد فيها بنية الدرب الأصباحي والكارتيلوج ديال الأهلي في واحد القنت بقاو كيصفقوا فيهم، ونجم كيتفل على لاعبي الأهلي كيما هو. والوداد ربحات الأهلي ب2-0، أهداف كل من فابريس والكارتي اللي لصق لاعب أهلي مع البارة. رجع التفاؤل وجا ماتش القتل الكاميروني اللي كانت بداية ظهور واحد النجم في الوداد اللي هو أشرف بن شرقي، اللي تلاعب بدفاع القطن وماركا البيت الأول باش يجي نعيم أعراب ويضرب الثاني. والوداد خاصة غير ربح في الماتش الأخر وتأهل من المجموعات للمرة الثانية على التوالي، وفي ذاك الوقت كيتعتبر إنجاز مغربي. ولكن غير هاد المرة تزاد واحد الدور اللي هو دور الربع لأول مرة في تاريخ دوري أبطال إفريقيا. الوداد ضد زاناكو في ماتش الأخر من المجموعات، الوداد خاصة غير رباح وما تشوف نتائج لشي خصم آخر. الماتش مزير وصعيب، ولكن في لحظة بان بن شرقي اللي استلم كرة جاية في السماء مع الاستلام مع المراوغة، ولكن ضربات في الحارس باش ترجع ليه ويماركيها. كاسة كاملة تهزات، الوداد ربحات وداز من دور المجموعات باش تلاقى مع سان داونز اللي كان هو الفائز بدوري أبطال إفريقيا السنة السابقة. الوداد خارج ملعب ليها ضعيفة، وهادشي اللي بان في الذهاب ضد سان داونز اللي تخسر ب1-0، وكل شيء كان كيقول الوداد ما كيرحمش دونور. ولكن هاد المرة دونور غيتحول لمولاي عبد الله، نفس الأجواء مع خلاف الملعب فقط. جمهور الوداد داير خدمته. الماتش صعيب، الشوط الثاني سونتراج من أوناجم اللي كان سعيد في الانتظار ولصقها تعادل الوداد. قال الماتش غادي حتى الدقيقة 90. مهاجم سان داونز بغى ينفرد زهير، ولكن الأمين عطوشي داري شدة العمى في الظلمة وما خلاهش يتحرك. الوداد مشاو ضربات الجزاء، ضربات الحظ اللي ربحاتهم الوداد وتأهلت النصف النهائي عصبة الأبطال. كيجي نصف النهائي للاتحاد العاصمي الجزائري، كيف ديما الذهاب في الجزائر والإياب في المغرب، ولكن هذه المرة الوداد تعادلت خارج ملعبها وبقى لها غير الإياب. كلشي كان كيشوف الوداد في النهائي. بدا الماتش الاتحاد العاصمة، سبقنا ليهم الفيت الأول من الكارتي وزناهم ثاني من بن شرقي، ولكن جات حمراء للعطوشي. كلشي ولا خايف، خصوصا فاش الاتحاد العاصمة ماركاو الأول. ولكن فاش قرب الماتش التالي باش نختمها بالبيت الثالث لأهل الوداد لنهائي عصبة الأبطال. ولكن في الجهة أخرى الأهلي تأهلت أيضا للنهائي، ربحات النجم الساحلي ب6-2. وكلشي كيقول الوداد صافي غيخسر النهائي بأكبر نتيجة، وخصوصا فاش بدا الماتش دقيقة 3 الأهلي ماركاو الأول، وكنا قلنا النتيجة غتسالي ب4 ولا 5. ولكن الماتش حبس حتى الدقيقة 16 فاش أوناجم دار واحد سبرينت اللي سالها بسونتراج راس بن شرقي. تعادل الوداد تا واحد من تيق، ولكن ما عرفتش أن أوناجم دار داك السونتراج وهو مهرس في رجلو. كمل الماتش تا واحد من تيق النتيجة اللي كانت خارج التوقعات. ولكن خاص دير اتونسيون من الأهلي، حيت الأهلي هاديك بدا الروتور جاحم دونور. الماتش مزير، الأهلي ضاغطين كيزقلو من هنا وكيزقلو من اللي. زهير دير خدمتو كيتصدى، الدفاع دير خدمتو حتى الدقيقة 69 فين غيطرا هادشي. مراوغة من بن شرقي، أرضية وجول! الوداد ماركات، خاصها دابا غتحافظ على النتيجة. داكشي اللي طرا وصل الماتش. الوداد بطل عصبة الأبطال الإفريقية بعد 25 عام، وأيضا بطل البطولة الوطنية الثانية في عهد سعيد الناصري. وهكا الوداد حط 2 رجلين على عرش الأندية المغربية، وهكا غيسير الوثائقي ديالنا. اقترحوا علينا أفراد آخرين ممكن نديروا عليهم وثائقي. شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء.